المسمى بمولينيكس. تنوبوا على 4 جمعيات هي المشتكيه في هذه المسطره. السيد الوكيل العام الملك صندقوا، ناقش معاه مجموعه من التهم، مجموعه من الافعال المجرمه اللي سطرها الزميل الصوفي. الان حنا تندولوا باش نتقدموا ملتمس عرضوا على خبرات طبيه باش نتاكدوا خلو من اي مرض معدي. كذلك نتقدموا بواحد نحاول تناقشوا باش نتقدموا ملتمس اغلاق القناه ديالو لاعتبار انها هي اداه الجريمه واللي فيها تتضمن الفيديوهات المخله بالاداب وبالحياء باش نحدوا على الاقل من الاضرار اللاحقه بالضحايا. وشكرا لكم جميعا. مولينيكس دوزنا التقديم امام السيد الوكيل العام بالتهم المسطره في محضر الضابطه القضائيه المتعلقه بالاتجار في البشر والاخلال العلني بالحياء والشذوذ الجنسي والتحريض على الفساد والسب والقذف واستغلال القاصرين وعن طريق المواد الاباحيه والاتجار في البشر. هذا التصور الاول ربما المتابعه او قرار الاحاله اللي غيتحال على السيد قاضي التحقيق. السيد الوكيل العام سال الاستنطاق ديالو، حضرنا برفقه الجمعيات المشتكيه في هذا الملف، حضر ايضا معاه دفاع محامي. السيد الوكيل العام خدا وقت باش ياخذ القرار ديالو. الان دابا الملف تحال على السيد قاضي التحقيق، الملف راه بين يدي السيد قاضي التحقيق، راه هو الان كيطالع على الملف في انتظار اننا نحضروا الاستنطاق الابتدائي امام السيد قاضي التحقيق. راه حنا كننتظروا باش يتم يعني ادخال المولينيكس لمكتب السيد قاضي التحقيق باش نحضروا ونشوفوا المتابعه اللي تسطرات في حقه وغنشوفوا القرار النهائي بالاعتقال ام بقرار مخالف. وبعد ذلك غادي نجيو نخبروكم بالمستجدات، غنخبروكم واش غادي تعتقل او لا وفين هو السجن اللي غادي يمشي له. غادي نخبروكم ايضا بالمتابعات اللي تسطروا في حقه. عنده علاقه اكيده. علاش؟ لان السيد الوكيل العام حال هذا الملف في اطار كنسميوها مطالبه اضافيه، بمعنى ان الملف ديال ادم بن شقرون يعني غيتضم ليه الملف ديال الام ديال مدام بن شقرون، غادي يتضم ليه الملف ديال مولينيكس وغيبدا التحقيق في حقهم بجوج. ولذلك حنا كننتظروا الان السيد قاضي التحقيق يعني يستنطقوا ابتدائيا ويعطينا تاخير ديال الملف ويعطينا القرار النهائي، هل هناك اعتقال ام ان هناك قرار اخر مخالف. ونحن نتمنى ان يكون قرار ديال الاعتقال باش نهديوه للساكنه ديال مدينه طنجه، هذه المدينه المحبوبه التي حضرت عن ذكرى بها فرحه وتشجعنا على التصدي لمثل هؤلاء الذين يلوثون سمعه المغرب والمغاربه. وهذا عرس حقيقي لان كنلاحظ مدينه طنجه كلها حضرات. هذا الاعتقال او هذه